ما هي كيفية الوضوء وماذا يقال فيه؟ وهل قول بعض الناس اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه وقولهم اللهم اعطني كتابي بيميني فرحا مسرورا إلى غير ذلك ثابت أم غير ثابت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكيفية الوضوء تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان رضي الله تعالى عنهما والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن توضأ كفأ من الإناء على يديه على كفيه فغسلهما ثلاثا، وعند الابتداء تقول بسم الله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم تعمل ما سمعت، وهو أن تقطع من الإناء على يديك 3 مرات وتغسلها 3 مرات، وبعدها تغسل وجهك أو تتمضمض وتستنشق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمضمض واستنشق وقال للبيض بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وتغسل وجهك 3 مرات، وحده من منابت الشعر، واللحية أيضا تتخلل. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخلل لحيته، وإن كان الإمام أحمد بن حنبل يقول لم يثبت في اللحية شيء، فلعله أنا لم يثبت شيء بمفرده، ولا يمنع أن الأحاديث بمجموع طرقها تكون صالحة للحجية. وبعد غسل الوجه تغسل يديك إلى المرفقين، والمرفقان تغسلهما أيضا، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد، ثم تغسلهما 3 وهو الأكمل، وإن اكتفيت بواحدة فهذا جائز. ثم بعد هذا تمسح رأسك وتفعل ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بمقدم رأسه، أي وضع يديه على مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى القفا، ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. وأيضا تمسح أذنيه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الأذنان من الرأس، وهو بمجموع طرقه صالح للحجية. ومسح الأذنين أن تمر الإبهامين من على الأذنين، ثم تدخل الأصبعين في الأذنين. الأذنان من الرأس. وبعد هذا تغسل قدميك إلى الكعبين، تغسلهما وتسبغ الغسل في جميع الوضوء. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. والوضوء يعتبر نعمة من الله عز وجل أنعم بها على عبده، فإنه يعتبر مطهرا للذنوب. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العبد إذا غسل وجهه خرجت خطاياه من عينيه أو من أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت خطاياه من أنامله، وإذا أيضا غسل رجليه خرجت خطاياه حتى تغفر، أو بهذا المعنى خطاياه. وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أو بهذا المعنى. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم ثم أتى إلى المسجد، إذا توضأ العبد المسلم فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. أي تقول الملائكة هذا ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. أما الأذكار التي كنا نقولها وهي عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تسود الوجوه. وعند الغسل اليمين: اللهم اعطني كتابي بيميني فرحا مسرور، ولا تعطني كتابي بشمالي فرحا مغرور. وعند ايضا غسل مسح الراس نقول ذكرا لا اذكره، وهكذا مسح الرقبه: اللهم امن رقبتي من الغل الى اخره. وعند القدمين: اللهم ثبت قدمي وقدم والدي على صراطك المستقيم. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر هذا علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه سبل السلام، وذكره أيضا النووي رحمه الله تعالى، وله أسانيد باطلة كما ذكرها الحافظ في تخريجه الأذكار. في تخريجه الأذكار للنووي فله أسانيد كثيرة ولكنها باطلة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسب ما استحضره. وأنصح الأخ السائل أن يقتني بلوغ المرام، ويقتني أيضا سبل السلام للصنعاني، ويقتني أيضا نيل الأوطار للشوكاني. فهذه الكتب بحمد الله أتت بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التمام، والحمد لله. الرغبة لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الشوكاني في نيل الأوطار فبعد أن بين أن الحديث ضعيف في غاية من الضعف قال: ولا بأس بالعمل به، هذا لا يثبت. فمسح الرقبة ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسح الرأس واحدة كما شرحنا، وهو أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بها إلى القفا ثم يردها إلى المكان الذي بدأ منه، والله المستعان.